هلا هلا استاذ عصام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين حمدا كريما يليق بجلال قدره وعظيم قدرته سبحانه وتعالى أعدل العادلين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين النبي العربي الهاشمي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإنني أتوجه بالشكر إليكم جميعا الذين شرفتمونا في هذه الليلة، وكل الشكر وكل المحبة وكل التقدير إلى أبناء الشعب الأردني الذين دعمونا بمواقفهم، ودعمونا بدعائهم، ودعمونا بتقديرهم، ودعمونا بصبرهم، ودعمونا بمحبتهم. شكرا لهم بعد الله جميعا، شكرا لهم جميعا. اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالشكر إلى أستاذي الكبير، إلى الأستاذ الفاضل الأستاذ أحمد النجداوي، وإلى ابن عمي الأستاذ العبداللات الأستاذ موسى العبداللات الذي وقف أيضا بجانبي، ولا كل الأخوة والأحبة سواء من الإعلاميين ومن غيرهم من فئات الشعب الأردني. حقيقة سألني البعض ماذا ستفعل بعد خروجك من السجن؟ ماذا ستفعل بعد خروجك من المعتقل؟ دخلت بفضل الله وتجولت في معتقلات والسجون الأردنية، 3-4 سجون دخلت إليها وأنا الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا المحتاج لله سبحانه وتعالى، وأنا المحب لوطني حسام العبداللات. وخرجت من هذه المعتقلات وأنا حامدا لله سبحانه وتعالى على نعمائه، وأنا شاكر لله سبحانه وتعالى على فضله وعلى الخيرات التي أنعم بها علي، شاكرا لله سبحانه وتعالى أن ألهمني الصبر والسكينة. خرجت من هذا السجن وأنا حسام العبداللات لا زلت كما دخلت، ثابتا على مبادئي، وثابتا على رأيي، وثابتا على مواقفي. قد يعتقد البعض أنني سأخرج من السجن ومن المعتقل لا سمح الله حاقدا على وطني، أو حاقدا على القيادة، أو حاقدا على أي شخص أساء إلي. إنني أعلم كل العلم أن القلب الحقود لا يمكن إلا أن يسيء لصاحبه. نحن تعودنا كل أصحاب الحرية وأصحاب الفكر وأصحاب الكلمة الحرة ألا نحقد، لأن خلافنا ليس مع شخوص وليس مع أفراد. نحن ننطق بالكلمة الحرة من أجل الوطن ولأجل الوطن فقط. وبالتالي كل شخص أساء إلي أو اعتقد أن بدخول السجن قد حقق فوزا له أو ربحا له أو انتصر علي، لا أعتقد أن الحاقد يمكن له يوما من الأيام أن ينتصر. الحمد لله خرجت من السجن وأنا لا زلت على العكس، زدت إصرارا على ما كنت أقوله، زلت متأكدا من أن الذي نطقت به أو ما كنت أتحدث عنه هو الصدق وهو الحقيقة.
ما أردت شيئا لذاتي، أردت كل الخير لوطني فقط. أنا لست على خلاف مع أحد ولا مع شخوص، خلافنا حول قضية، خلافنا حول مبدأ أن يكون هذا الوطن للجميع ليس لأفراد معينين، أن يكون هذا الوطن واحة أمان، أن يكون هذا الوطن كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه بلاد الحشد والرباط. نريد أن تكون هذه البلاد صامدة، والصمود لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل واحترام الرأي والرأي الآخر. إني أحب الأردن ومخلصا للأردن، وسأبقى وذريتي بإذن الله محبين لهذا الوطن. نحن لا نطمع لشيء إلا أن نكون أفضل الناس وأفضل البلاد وخير البلاد.